فكنت بقول امبارح اللي سمع البرنامج كنت بقول انا يعني من ساعتها وانا يعني مستغرب الدكتور علاء شويه في بعض تصرفاته. ساعه ما دخل عليا في الراديو 2006 قلت لكم كان الراجل يعني المعد قال له انت هتخش مع كابتن خالد، فما دخل معايا قال الو ايوه مين؟ فانا قلت عادي يعني يمكن فعلا ما حدش قال. فدخل 2007 مع الزميل محمد شبانه ففي التلفزيون بقى في دريم، كانت اول سنه ليا بعد ما كابتن شوبير مشي. فقلت له مساء الخير يا دكتور علاء، فقال لي الو ايوه مين تاني. ف 2008 بقى في 2 12 2008 كانت ثالث مره. فانا كنت يعني المره الاولى قلت يمكن صدفه، المره الثانيه استغربته، المره الثالثه تاكدت ان هو بيبقى عارف ان هو داخل على البرنامج وبيعمل ان هو مش عارف، فما فهمتش ليه. فانا كنت حكيت القصه امبارح بس حبيت اجيب لكم الحته عشان تحكموا انتم بنفسكم. في 2 12 2008 دخل معايا الدكتور بعد مشكله مع الحكام، اعتقد دخل معايا على الهواء واتكلموا معاه في يعني انتم متخيلين هل ممكن واحد اعلامي في الدنيا حد يكلمه في التليفون ويقول له وما يقولوش حاجه، يقول له دقيقه واحده وبعد كده يخش معاه على الهواء مباشره؟ ولا اي واحد بيتكلم في التليفون مساء الخير يا دكتور علاء دلوقتي احنا حضرتك هتخش على الهواء مع كابتن خالد الغندور عشان تتكلموا على كذا وكذا، فبيقول له حاضر طب استنى معايا يا دكتور حضرتك هتخش على الهواء اهو، وبيبقى هو على التليفون سامع كلامي يعني وانا بتكلم. مثلا دلوقتي هم بيقولوا لي في الاربيس مثلا في مثلا الدكتور رأفت عبازين معاك على التليفون، فانا بخلص الكلام فالدكتور رأفت بيبقى سامع كلامي فبيخش على الهواء، فبقول له مساء الخير فبيقول لي مساء النور زي ما الدكتور رأفت عمل كده، لان اكيد بيبقى عارف. تعال شوف الدكتور علاء عشان تعرفوا انا كنت مستغرب ليه وحكيت القصه دي امبارح. تعال نشوف لثالث مره دكتور علاء عمل ايه. معانا الدكتور علاء صادق طبعا. ازيك يا دكتور؟ الو، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. دكتور حضرتك اكيد دخلت على او قالوا لك ان حضرتك هتبقى مع خالد الغندور، فمش معقول حضرتك حد بيكلمك من غير ما يقول لك ان انت مع خالد الغندور، صح ولا انا غلطان؟ لا والله هو كلمني قال لي خليك معايا. ما قالكش خالد الغندور خالص؟ لا لا، قال لي خليك معايا. مش عارف اقول ايه. نطلع فاصل اعلاني ونستقبل والدة محمد عبد الوهاب وفقرة طبعا احترام وتقدير ولمسة وفاء وتقدير لوالدة محمد عبد الوهاب بعد الفاصل.